خائن دم الشهداء، خائن دم الشهداء، خائن عبد الكريم الخطابي المطبع، خائن ابن تسافين، خائن الزرقطوني، خائن محمد الصياني، حليف الصهاينة، خائن المغاربة، حليف المطبعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. إخواني أخواتي، أولا شكر الله لكم وجزاكم الله خيرا على هذه الوقفة الاحتجاجية التي تعبر عن موقف الشعب المغربي، شعب يوسف بن تشافين، شعب طارق بن زياد، شعب عبد الكريم الخطابي، الشعب الذي كان يساند القدس من أي موقع كان وفي كل الحقب التاريخية. المغاربة لهم دماء ولهم أوقاف. صح الدين الأيوبي من القدس وهب للمغاربة وقفا تعبيرا عن تضامنه وتعبيرا عن تضحيات المغاربة وعن وقوف المغاربة وعن قدسية القدس لدى المغاربة. الشعب المغربي شعب المسيرات التي عرف هذا الشارع، المسيرات التي تضامنت مع الشعب الفلسطيني في كل المصائب أو في كل الاحتلالات أو في كل الاعتقالات التي يوميا الآن يطبقها أو ينفذها الاحتلال الصهيوني على الشعب الفلسطيني بكل فئاته. ونحن اليوم كفريق العدالة والتنمية كان علينا أن نعقد كمجلس النواب وكشعب مغربي تضامنا مع رئيس مجلس النواب الفلسطيني الشرعي الذي الآن هو أسير لدى الاحتلال الصهيوني. مجموعة من النواب البرلمانيين الآن الفلسطينيين اختطفتهم الأيادي الجاثمة الصهيونية، ونحن بالمناسبة كبرلمانيين نتضامن مع هؤلاء البرلمانيين الذين تلقوا هذه تلقوا الاختطافات وتلقوا كل الإهانات المخالفة للقانون الدولي. لا يمكن كممثل للشعب في مجموع القوانين الدولية لا يمكن أن يهان، ولكن الاحتلال الصهيوني أصر على إهانة تمثيلية الشعب الفلسطيني التمثيلية الشرعية. نحن كفريق العدالة والتنمية اليوم أولا، وكما قال الأخ ويحمان حينما أعلنت وزارة الخارجية أنها لم ترخص ولم تعطي أي تأشيرة لأي صهيوني، هذا الصهيوني الذي دخل نحن كفريق العدالة والتنمية ونحن كمنظمات سياسية وحقوقية ومدنية نطالب بفتح تحقيق كيف دخل هذا الصهيوني وكيف دخل إلى المغرب بدون تأشيرة وبدون معرفة وزارة الخارجية. هذا التساؤل الأول. التساؤل الثاني أن فريق العدالة والتنمية كان سيشارك لو لم يشارك هذا الصهيوني، وبما أنه شارك ودخل إلى المغرب الآن وهو الآن في المجلس يدنس هذا المجلس، لأن لا نقبل نحن كبرلمانيين وكمغاربة لا نقبل أن يدخل الصهيوني ولا نقبل التطبيع مع أي كان ومن أي موقع كان، لا باسم البحث العلمي ولا باسم التبادل الثقافي ولا باسم التبادل البرلماني ولا باسم الدبلوماسي وغيرها. نحن نرفض التطبيع وننادي بكل الهيئات السياسية والحقوقية والمدنية وكل القطاعات الحكومية أن تقاطع جميع الأنشطة التي يشارك فيها الصهاينة. نحن اليوم كفريق العدالة والتنمية لا يوجد داخل هذه القبة اليوم لا يوجد أي برلماني من العدالة والتنمية. قاطعنا كفريق وقاطعنا كذلك حتى الأنشطة التي الآن في إطار هذا النشاط المتوسطي نحن نقاطع. والفريق بالمناسبة الأخ السي عبد العزيز العماري رئيس الفريق هو الآن في الدار البيضاء لالتزام سابق اعتذر، ونبلغكم تحيات كل أعضاء فريق العدالة والتنمية وتقبل الله منكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.